خلي بالك من سارة. مين سارة دي يا دكتور؟ سارة ديتي اختصار لمصطلح سب اكت رومينال اسيدوزيس، اهم مرض ممكن يظهر عندك في المزرعه ومنتشر اصلا في اغلب مزارع الانتاج الحيواني، ما يسمى بحموضه الكرش تحت السريري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور حماد عريضة، استشاري تغذية الحيوان، وده فيديو جديد من سلسلة ما تربيش وخلاص. هنتكلم النهارده عن حاجة كنا وعدناكم ان احنا هنتكلم عنها، وهي الامراض الغذائية. لما نيجي نتكلم عن الامراض الغذائية او امراض سوء التغذية في حيوانات المزرعة، هنبدأ باهم مرض ممكن يظهر عندك في المزرعة ومنتشر اصلا في اغلب مزارع الانتاج الحيواني، سواء بشقيه انتاج الالبان او مزارع التسمين. مرض ايه يا دكتور؟ مرض سارة. مين سارة؟ تعريف سارة، اسباب سارة، علامات سارة، وكمان نتائج سارة وطرق تلافي سارة. ده موضوعنا النهارده اللي هنتكلم عنه. ايه هي سارة؟ تعالوا نتكلم عن تعريف سارة. سارة ديت اللي هي سب اكت رومينال اسيدوزيس، اللي هي حموضة الكرش تحت السريرية، ودي طبعا معروف ان بيئة الكرش الطبيعية بتتراوح البي اتش بتاعتها من 6 ل 7، وطبعا تخمر الامثل بيتم في درجة بي اتش بيبقى من 6 و8 ل 7 و2. طيب حموضة الكرش دي اصلا ناتجة عن ايه؟ ناتجة عن ان كل مكونات العليقة بتتعرض للكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في الكرش، فبينتج عن عمليات التخمر اللي بتتم في الكرش الاحماض الدهنية الطيارة. الاحماض الدهنية الطيارة ديت هي المسؤولة عن حدوث حموضة الكرش. طيب الاحماض الدهنية الطيارة دي مفيدة ولا ضارة؟ هي لو منتظمة أو متزنة نتيجة لأن بيئة الكرش مظبوطة ومكونات العليقة مظبوطة، فبالتالي عندي إدارة تغذية صح، يبقى هنا إحنا بنستفيد منها لأن هي بتبقى مصدر أساسي للطاقة بتاعة الحيوان. وده فرق ما بين الحيوانات المضطرة والحيوانات وحيدة المعدة، إن هنا المصدر الأساسي أو المصدر الأول للطاقة في الحيوانات المضطرة اللي هي الأحماض الدهنية الطيارة، اللي بيتم إنتاجها بواسطة الكائنات الحية الدقيقة في الكرش، وبيتم امتصاصها من جدار الكرش وتمشي في الدم وتروح كمصدر للطاقة بالنسبة للخلايا والأنسجة. طيب نرجع لموضوع سارة. ايه أسباب حدوث سارة دي؟ أسباب حدوثها أول حاجة اختلال في تركيب مكونات العليقة أو نسب العليقة، اللي هي نسب المركزات لنسب المادة المالئة، أو نسبة المركزات للمواد المالئة في العليقة. وده طبعا بيبقى راجع لأهم سبب اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو إدارة التغذية. إن مفيش عندك إدارة سليمة للتغذية. ليه؟ لأن من ضمن أسباب حدوث سارة إن بيحصل عندك تفضيل بالنسبة للحيوانات في مكونات العليقة، كمان عندي تغير مفاجئ في مكونات العليقة. ده برضه سوء إدارة التغذية اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو السابق. طيب ايه كمان يا دكتور ممكن يعمل لي حدوث حموضة الكرش؟ وجود السموم الفطرية او الافلاتوكسينات في العليقة. ليه؟ لان هي بتعمل بتموت الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في الكرش، او بعض الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الكرش، فبالتالي هنا بتزود لي الحموضة في الكرش. كمان مع زيادة الحموضة تبدأ ان انت تزيد نسبة عندك الكوليستيريديا، ودي بكتيريا بتبقى موجودة طبيعيا في الكرش ولكن نسبتها صغيرة وتنتج حمض اللاكتيك. طبعا لما بتزيد نسبتها بيبقى كمية حمض اللاكتيك كبيرة، فهنا بيحصل حموضة اكتر. ولو وصلت الحموضة لأقل من 6، يعني عند 5 و2، بتبقى هنا وصلت لحموضة الكرش الحادة اللي ممكن تؤدي الى نفوق الحيوان. طيب دي اسباب حدوث سارة. طب ايه هي بقى اعراض اللي بتظهر على الحيوان نتيجة لان بيحصل حموضة في الكرش؟ ادعمنا بلايك وشير وسبسكرايب عشان نقدر نستمر ونقدم لك محتوى يفيدك، وما تنساش تتابعنا على قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك. اول حاجه تذبذب في كميه المأكول بالنسبه للحيوان، تلاقي المأكول بتاع الحيوانات متذبذب، بيعلى وبيوطى كده فمش مظبوط. دي اول حاجه. تاني حاجه بتلاقي عندك فقاقيع في الروث نتيجه لحدوث حموضه. كمان في اختلال او ضعف في معدل الاقترار، اللي هو المفترض الطبيعي بتاعه يبقى من 60 ل 70 عمليه اقترار في ال 50 ثانيه او في الدقيقه الواحده. تمام؟ كمان بيظهر عندك اجزاء من الغشاء المبطن للقناه العظميه بتظهر في الروث، وده طبعا نتيجه لان الحموضه وصلت لمرحله ان هي وصلت للامعاء
وهنا بدات تسلخ او تعمل تاكل في جدار الامعاء او الجدار المبطن للامعاء. ده بالنسبه للعلامات او الحاجات اللي هتظهر عشان تشوف ان حصل عندك ساره. طيب ايه كمان النتائج بتاعه ساره؟ ايه النتائج على الحيوان؟ هتلاقي عندك اول حاجه انخفاض المأكول، تاني حاجه هتلاقي عندك التهاب في الحافر بتاع الحيوانات، ثالث حاجه هتلاقي عندك نقص في المناعه بتاع الحيوانات، رابع حاجه ان انت يظهر عندك كمان مشاكل في التغذيه، تلاقي كمان انخفاض في انتاج الحيوانات سواء بقى لبن او لحم. كل دي مشاكل راجعه لوجود حموضه في الكرش بتاع الحيوانات. طيب دي بالنسبه للنتائج بتاعه ساره. ازاي اتلافى حدوث ساره؟ ايه بقى طرق الحل بتاع الموضوع ده؟ اول حاجه ان انت لازم ان انت العليقه بتاعتك تكون متزنه. يعني ايه متزنه؟ يعني وازن ما بين نسبه المركزات لمواد العلف الملأ، وكمان لازم ان تكون الماده الجافه عندك تكون ما تقلش عن 40 ل 50% من من العليقه بتاع الحيوان. فبالتالي هنا الرطوبه هتبقى عامل اساسي في ظهور ظهور حموضه الكرش. ليه؟ لان كل ما كانت العليقه رطوبتها عاليه هيبقى الاقترار اقل، فبالتالي هيبقى المنظمات الحموضه الطبيعيه اللي موجوده في اللعاب بتاع الحيوان اثناء عمليه المضغ والاقترار ديتي هتبقى قليله، فبالتالي هنا هيظهر عندك حموضه. كمان ان انت تعمل اتزان في حجم الالياف او في نسبه الالياف، ان لما تيجي تقدم للحيوان ماده علف خشنه اللي هي بتحسن بقى الهضم وتظبط لك عمليه الاقترار زي الدريس مثلا، يبقى هنا الدريس ما يفضلش ان انت تنعمه، لازم ان الدريس يتقطع من 3 ل 5 سم عشان يوفر ان الحيوان يقدر يقتره، فيبقى في عندك هنا نسبه اللعاب بتنتج بتعادل لك الحموضه اللي موجوده في الكرش او الناتجه في الكرش. يبقى ما تنعمش الدريس بتاعك. كمان السلاج، لازم السلاج ما يبقاش مفتوح، ما تديش للحيوان كميه كبيره، لان السلاج اصلا هو مصدر كربوهيدرات وكمان حامضي، فبالتالي هيزود لك حموضه الكرش. يبقى لازم تلتزم بالمعايير اللي احنا اتكلمنا عنها في اداره التغذيه. طيب اخر حاجه بقى واهم حاجه ان انت لازم العليقه عندك تضيف فيها منظمات للحموضه. ايه منظمات الحموضه؟ اشهر منظمات الحموضه عندك بيكربونات الكالسيوم، بيكربونات الصوديوم، بيكربونات البوتاسيوم، وطبعا دولتي نسبهم بتختلف على حسب طبعا ان انت عندك بيكربونات البوتاسيوم تبقى ابطا شويه، بيكربونات الصوديوم تبقى اسرع. كمان ممكن تضيف حاجه مهمه قوي اللي هي اكسيد المغنيسيوم، وده بيعمل كمنظم للحموضه ونسبته بتبقى نص كميه او نص نسبه البيكربونات اللي بتضيفها في العليقه. يعني لو انت هتضيف من 7 ل 10 كيلو جرام على الطن بالنسبه للبيكربونات، يبقى هتضيف من حوالي 3 ل 4 من اكسيد المغنيسيوم. يبقى نرجع تاني ونقول مهم جدا ان انت تحافظ على بيئه الكرش بتاعتك، تحافظ على الحيوانات بتاعتك من حدوث حموضه الكرش اللي هي ساره، وده طبعا بيرجع لتنظيم عمليه التغذيه واداره التغذيه عندك في المزرعه، من حيث ان انت تظبط كميه العليقه ومكوناتها ومواعيدها، وكمان طريقه تقديم العليقه. وكمان هنا بنحب ننوه ان في عندك اسلوب كمان تقديم العليقه نفسه بيأثر لك على حدوث ساره او حموضه الكرش. زي ايه مثلا؟ بعض الناس بتلاقي ان هو يقول لك انا بضيف المركزات الاول وبعد ما الحيوان ياكلها ابدا احط مواد العلف الخشنه. ده طبعا غلط. ليه؟ لان انت ما بتدي الحيوان المركزات دي بتبقى مواد علف سهله في التخمر، سريعه في التحلل، فبيحصل هنا ان تخمرات سريعه انتاج لحموضه عاليه، فهنا يحصل حموضه، وبتلاقي ان الحيوان ما بياكلش كميه مواد العلف الخشنه او الملأ، ما بياكلش الكميه المقرره ليه، فتلاقي ان الحيوان ما حسش بالشبع وفي نفس الوقت ظهرت عندك اعراض للحموضه. طيب امال الحل ايه؟ الحل ان انت تعمل ميكس، هتعمل عمليه خلط للمكونات او المواد العلف او للعليقه اللي انت هتقدمها للحيوان فيما يسمى بالتوتال ميكسد راشن او TMR، وده افضل طريقه لتقديم العليقه للحيوانات، وده طبعا متبع في المزارع الكبيره وفي باستخدام التكنولوجيا الحديثه في الميكسر. ودي طبعا ليها نظام برضو في تقديم العليقه للحيوانات، ان انت لازم اول حاجه بتحطها في الميكسر يكون هي مصدر الالياف عندك، لو هو الدريس مثلا عشان يتقطع، وتيجي
3 ل 5 دقائق عمليه تقطيع للدريس الاول. بعد كده تبدا ان انت تضيف المواد العلف المركزه بتاعتك وتخلط نص دقيقه، وبعدين ان انت تحط اخر حاجه بتحطها في المكسر عندك السيلاج عشان ما تنعموش قوي. تمام؟ فبالتالي هنا بيبقى الخلطه متجانسه عندك، ويبقى هنا ما فيش عندك تفضيل للحيوانات او عزوله. اما بقى المربي الصغير اللي عنده 5 حتات 10 حتات، فما بيقدرش ان هو يجيب التكنولوجيا الحديثه اللي هو المكسر ده، فبيقول احنا نبدا نعمل ايه؟ اقول له والله انت هتقدم للحيوانات العاليه بتاعتك برضو قدمها مخلوطه ازاي يا دكتور؟ افرد طبقات وبعدين اخلط وبعدين قدم للحيوان. يعني ايه؟ يعني وليكن مثلا انا عندي 10 حيوانات، ال10 حيوانات دهمتي انا هحط لكل حيوان مثلا وليكن مثلا من كل المكونات اللي عليها 25 كيلو. 25 كيلو دلوقتي هتبدا في 10 حيوانات يبقى ب 250 كيلو. ال 250 كيلو دلوقتي متقسمين على مواد علف خشنه ومواد علف مركزه، ولو سلاج دريس وحاجات من دي، كل ده هيتفرد عندك وتبدا ان انت تخلطه وبعدين تبدا ان انت تقدمه للحيوانات كلها. فهنا يبقى العليقه مخلوطه، فهنا ظاهره التفضيل او العزوله بتبقى مش موجوده. ونرجع تاني نقول اداره التغذيه لما تيجي تشوف العليقه عندك او تشوف الطواله عندك، عينك على الطواله، لو لقيت عندك متبقي من العليقه شوف المتبقي ده عباره عن ايه، اوصفه عشان تشوف الحيوان ساب ايه، تقدر ان انت تدخله له او تغير في طريقه تقديمه. فهنا تمنع ظاهره العزوله عندك في المزرعه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وما تنساش تدعمنا عشان نقدر نستمر ونقدم لك محتوى يفيدك. وما تنساش الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك، واي سؤال هنرد عليه ان شاء الله في الكومنتات. وما تنساش ما تربيش وخلاص.